ألفاظ خارجة وسب وقذف، وكده كانت هتصل للتشابك بالأيدي. دي تفاصيل مشاجرة بوسي وهشام ربيع في إحدى فنادق القاهرة الشهيرة بعد أقل من شهر على طلاق. تعالوا نشوف ايه اللي حصل وايه السبب في كل ده. بس ما تنسوش تشتركوا في قناتي لو أول مرة تشوفوني وتحطوا لايك جميل زيكم. بعد أقل من شهر من طلاقهم، اللقاء الأول بين بوسي وهشام ربيع طلقها. بعد ما أعلن كده هشام ربيع إنها قليلة الأصل وموقفتش جنبه لما دخل السجن بسببها، وإن زوجته الأولى أم أولاده هي اللي وقفت جنبه، وقرر يطلق بوسي بعد ثبوت براءته وخروجه من السجن. وأول ما خرج كده طلق بوسي ورجع لأم أولاده الأصيلة. وتقابل كده هشام ربيع مع بوسي في فندق في التجمع الخامس، وبدأت بينهم مشادة كلامية دون معرفة السبب، وتطورت إلى مشاجرة واعتداء بالسب والشتائم. وتدخل الحضور لفض المشاجرة، ولكن الاتنين ما صدقوا مسكوا في بعض وطلعوا كل المستخبي، لدرجة انهم كانوا هيضربوا بعض. ووصل بعديها الموضوع للاسم، واتهمت بوسي طليقها بالاعتداء عليها بالسب والشتائم، وكمان طليقها حرر نفس المحضر، والاتنين عملوا لبعض محضرين، وبكده وصلوا كده للإقسام وهيوصلوا كده مع بعض للمحاكم. وبكده عملوا الاتنين محاضر لبعض. وتزوجت بوسي من مصفف الشعر هشام ربيع في مايو العام الماضي، وأقيم حفل الزفاف في فندق كبير بحضور عدد كبير من المشاهير. وبيعد هشام ربيع هو الزيجة التانية لبوسي بعد زواجها من فطين سعيد مدير أعمالها، وطلقها منه بعد خيانته ليها مع إحدى الراقصات، مما اضطرها إلى رفع قضية خلع ضده. لسه هنشوف الأيام الجاية هيحصل إيه بين هشام ربيع وبوسي. ما تنسونيش كده في لايك جميل زيكم لو أول مرة تشوفوني، وتشتركوا في قناتي. دمتم في حفظ الله ورعايته وأمنه. مع السلامة في خبر جديد.